صباح الخير. انتوا عارفين ان انا مؤخرا بقيت احب اشارككم جزء كبير من حياتي كنوع من انواع التوثيق لحياتي. بقيت احب اشارك معاكم الايام اللي بيكون فيها تحديات وصعوبات، او الايام حتى العادية اللي بفرح فيها، او الايام اللي ما بعملش فيها اي حاجة. النهاردة بقى حبيت اشارككم واوثق لكم انه ابدا انتوا مش متأخرين، ابدا ان انتوا مش متأخرين تحققوا حلم ايا كنتوا متخيلين انه صعب وبعيد، او ان انتوا كبرتوا عليه، او ان هو محتاج موهبة منكم ومجهود. ايا كنتوا متخيلين الحلم ده ايه، it's never too late ان انتوا تحققوا الحلم ده. وانا النهاردة هثبت لكم ان انتوا ابدا مش متأخرين، بالعكس هتقدروا تحققوا كل حاجة كنتوا بتتخيلوها. مش جاي عليها، هي اللي جايه عليا. وكل مره بيبقى بجد نفسي في شغل هي بتعمل الحركات دي. صباح الخير. انت عارفين النهارده ايه؟ النهارده التلات، يوم الاجازه بتاعي اخيرا. صحيت كده وانا حاسه ان انا عايزه اتفرج على مسلسل سابع جار. كان بقالي يومين كده بدات فيه، بعدين حسيت ان انا قلت لا، انا عايزه بقى اتفرج عليه. حاساها فايبز قوي بتاعت اجازه واجواء مصريه كده حلوه. اعتقد ان دي تاني او تالت مره اتفرج على المسلسل ده، بجد بحبه. فالمهم بتفرج عليه دلوقتي. فطرت خلاص وشربت النسكافيه بتاعي، مش عارفه ايه الصوت اللي بره ده، وهقعد اتفرج على المسلسل. للاسف المفروض ان النهارده يوم اجازه، بس كان عندي تمرين واحد الصبح، واحد بس. اوكي، يعني احنا مضطرين الميعاد ده عشان مش قادرين نغيره كده، فيوم واحد بس او تمرين واحد، وان شاء الله ما يوسعش مني اكتر من كده. مجرد تمرين واحد، مش هزود اكتر من كده، انا عارفاني يعني ممكن ازود، بس لا ان شاء الله مش هزود، لان انا فعلا محتاجه الاجازه دي. المهم هعمل ايه النهارده؟ عندي تمريني انا. اوكي، محتاجه اتمرن، لانه اليومين اللي فاتوا اللي دول ما اتمرنتش عشان كنت صايمه. بقالي يومين صمت، وبعدين قلت هاخد بريك النهارده وبعدين ارجع اصوم تاني اليومين الجايين. عايزه اتمرن النهارده عشان معرفتش اتمرن وانا صايمه. بلس عندي ايه تاني؟ ما عنديش حاجه تاني. عندي يوم اجازه لذيذ ما فيهوش اي حاجه الا حاجه واحده بس، اني ابدا تاني، ارجع تاني اتمرن على الرسم. قلت لكم او شاركتكم على الانستجرام وكان ان انا بدات اتمرن على الرسم واعمل الهوايه اللي انا كان بقالي سنين نفسي اعملها، بس ما كنتش باخد الخطوه دي. فالمفروض ان انا النهارده هرجع تاني اتمرن على الرسم، لان انا خدت بريك كده اسبوع من يوم الثلاث اللي فات. الاسبوع ده ما جربتش ولا رسمه، فهرسم تاني النهارده عشان اشغل ايدي وارجع، لان انا حابه الموضوع قوي. بس هخلص بقى المسلسل واتفرج عليه واخدكم معايا في يومي. معرفش، انا حاسه ان في حاجه حلوه هتحصل لي. done.
خلصت اتمرنت رجلي تمام. حاسه بقالي كتير قوي ما اتمرنتش في الوقت ده اللي هو بتاع الساعه 2 او كده، فالجو حر قوي بجد. كنت بتمرن بقالي فتره الساعه 9 كده، فكانت الدنيا لسه احسن شويه، بس بجد الجو حر قوي مع ان احنا في شهر 2 يعني، مش فاهمه في ايه. المهم تحفه. النور قطع كمان، هناخد شاور بقى في السريع وبعدين نتغدى. بس still now مبسوطه تمام. مرنت تمرينة رجل حلوه، شكرا، مش عايزه حاجه تاني، مش قادره. من فترة مش بعيدة كنت متخيلة اني مش شاطرة ابدا في اي حاجة بتخص الهاند ميد بكل انواعه، سواء كروشيه سواء رسم، اي حاجة حرفيا. كنت دايما بقعد اقول لا، انا ايدي بتبقى عايزة تروح في اتجاه ومخي بيروح في اتجاه. انا فاكرة ان انا حكمت على نفسي الحكم ده بسبب ان انا مرة جربت زمان وفشلت. حرفيا كانت مرة واحدة بس، جربت امسك فيها ابرة وخيط كروشيه، معرفتش، اتوترت، فشلت. قلت لا، انا مش شاطرة غير في الرياضة، مش بعرف اعمل حاجة غير اي مجهود بدني، لكن اي حاجة بتحتاج تركيز او اي حاجة بحتاج بمعنى اصح موهبة انا مش شاطرة فيها. مع اني دايما كان عندي صورة نمطية في خيالي ليا ان انا ماسكة فرشة والوان وبقعد ارسم. يعني دايما في خيالي كنت متخيلة ان انا بعرف ارسم، بس عمري ما جات لي الفرصة ان انا اخد الخطوة دي او ان انا احققها على ارض الواقع. وفي مرة لقيتني بقول لنفسي طب ما تيجي نجرب، كنوع من انواع التسلية، كنوع من انواع ان انا بطلع الطاقة السلبية مش اكتر. بس هنجرب، مش لازم تطلع اروع حاجة، مش لازم اكون فنانة، مش لازم كل حاجة تكون بيرفكت، خلينا نجرب بس مش اكتر. وفعلا خدت الخطوة وبدأت اجرب، وبدأت احقق الصورة الذهنية اللي كانت عندي في دماغي اللي دايما رسمها لي ان انا ماسكة الفرشة والالوان. ساعتها حسيت ان يا ريتني بدأت من زمان. وكمان عرفت انه ما ينفعش احكم على الحاجة من مرة واحدة بس، ما ينفعش اجرب مرة واحدة بس وبعدين اقول انه لا انا مش شاطرة او فاشلة. وكمان اكتشفت انه ابدا it's never too late ان انا ابدأ او اتعلم حاجة جديدة بحبها. واو، هي الرسمة ما طلعتش في الاخر زي ما انا متخيلة بصراحة. المفروض ان ده طريق وهوريكم شكلها في الاخر، بس يعني اوكي، حاساها حلوة، مش اوحش حاجة تمام. بعدين بنتعلم واحدة واحدة بنتعلم. لو جيتوا قلتولي من مثلا سنة واحدة او سنتين ان انا ممكن ارسم اصلا اي رسمة من دول، كنت اقولكوا اكيد مجانين، انا مش بعرف ارسم اصلا، مش بعرف اعمل حاجة، فمش بعرف اعمل اي حاجة هاند ميد، مش بعرف ايدي تشتغل اصلا او تتحرك. فحاسة مبسوطة اوي يعني بصراحة. هوريها لكم في الاخر. تقييمك لليوم يا سلمى؟ 10/10 عشان احساس الفوز ده 100/100. اوكي، تصبحوا على خير. هاي.